هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم عن كلية علوم صحية في جامعة المنصورة الأهلية بالتحديد. طبعا أنا اتكلمت عنها كتير قوي في فيديوز تانية، وهحط لكم الفيديوز كلها تحت في الديسكريبشن بوكس، وهي موجودة عندي أصلا في قائمة تشغيل عندي على القناة. فلو دخلتوا القناة وبحثتوا عنها هتلاقوا كل الفيديوز متكلمة عن الجامعة، متكلمة عن الكلية نفسها، كمان متكلمة عن الأقسام. احنا عندنا 4 أقسام: أشعة ومختبرات وإحصاء ونظم معلومات ورعاية. فلو حابين تعرفوا معلومات أكتر هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة، لأن أنا كمان بعد الفيديو ده لو هتكلم عن سنة تانية فأنا هتكلم عن مختبرات بس، مش عارفة أتكلم عن الأقسام التانية لأن أنا قسم مختبرات. واللي ما يعرفنيش أنا داخلة سنة تالتة، إنما أنا اتكلمت قبل كده عن الأقسام التانية من حيث بيشتغلوا ايه وبتخرجوا ايه وممكن يسافروا فين، بس التفاصيل بتاعه الدراسة والمواد والحاجات دي انا اتكلمت في كل ده قبل كده ومش هرجع اتكلم فيه تاني. المهم انا دلوقتي هتكلم عن الناس الجديدة اللي عاوزين يدخلوا الكلية، اللي هم لسه مخلصين اصلا تالتة ثانوي وبيفكروا ان هم يدخلوا كلية علوم صحية جامعة المنصورة الأهلية بالتحديد. خلينا نتكلم في الاول ونعرف ايه هي اصلا كلية علوم صحية وبنتخرج منها ايه. الكلية دي اللي انا اعرفه ان هي موجودة حكومي في محافظتين بس، ومش موجودة غير في جامعات اهلية. مجموعها عندنا ممكن يبدأ مثلا من 60% او اقل حاجة بسيطة وفوق بقى، يعني لحد فوق. ممكن نسبة قليلة ان هي تتقبل في الاول بالمجموع ده، فهم ساعات بيعلوا المجموع يعني ل70 ل73 75 كده. يعني المصاريف طبعا تنزل على صفحة الجامعة، فلو انتوا مش متابعين صفحة الجامعة على الفيسبوك تابعوها عشان تشوفوا كل التفاصيل. دلوقتي بقى هنعرف الكلية دي احنا بنتخرج منها ايه. اول ما انا دخلت الكلية كانت في القطاع التكنولوجي مش القطاع الطبي، يعني كانت تكنولوجيا العلوم الصحية بس. دلوقتي بقت علوم صحية من غير كلمة تكنولوجيا، هي بتكون مكتوبة في الاي دي، بتكون مكتوبة تكنولوجيا بس هي خلاص بقت في القطاع الطبي. بنتخرج منها ايه؟ بنتخرج اخصائي على حسب انت بتكون في انهي تخصص. يعني لو انت مثلا في مختبرات بتكون اخصائي تحاليل، لو انت في اشعة اخصائي اشعة، رعاية اخصائي رعاية، وهكذا. طبعا عندنا الدراسة بتكون انجليش، مفيش حاجة اسمها عربي، غير مواد معينة مثلا اللي هي بتكون ما بتضافش للمجموع. في مواد بتكون عربي وفي مواد بتكون انجليش، فانتوا مش هتقابلوا عربي كتير يعني في الجامعة. بس الشرح بيكون عربي على انجليش عشان نفهم اسرع، ولان اصلا في البداية احنا مش بنكون عارفين نتعامل شوية، لان يعني اول مرة ندرس حاجة، يعني كل المواد خلاص بالانجليش. فهتلاقوا في سنة اولى عندنا في كورس انجليش، يعني مادة انجليش بتعلمكوا بقى الصوتيات والكلمات والجمل، كل حاجة من البداية خالص، يعني كأنكوا لسه ما خدتوش انجليش اصلا. الانجليش بتاع الجامعة بيكون مفهوم شوية، يعني هما من كتر ما هما بيشرحوه بيعيدوا ويزيدوا في الكلام، فانتوا بتعرفوا تتعاملوا عادي مع المواد. وكمان ممكن ان انتوا تستخدموا ترجمة لو انتوا بتذاكروا في البيت، بس ما تعتمدوش قوي على الترجمة. يعني هل لو انا ما بعرفش اتكلم انجليش خالص ده هيأثر على مستواي الدراسي او مش هعرف اذاكر؟ لا، ملوش علاقة نهائي. اي حد يعني حتى لو ما بيعرفش يتكلم عادي، يعني بالنسبه له الموضوع هيبقى عادي، هيبقى صعب في الاول بس بعد كده هيتعود عادي. سنه اولى بتكون سنه للتجارب، او الترم الاول بالذات بيكون ترم بتجربوا فيه، وبعد كده بقى بتتعودوا عادي، بتشوفوا نقط ضعفكم فين ونقط القوه بتاعتكم فين، وخلاص بتتعودوا على المذاكره وعلى المواد. طبعا لما بتقدموا في الكليه بتملوا ورقه رغبات على حسب انتوا عايزين الرغبات بتاعتكم ايه بالترتيب، والتخصص اللي بيجيلكوا من الرغبات خلاص ده اللي انتوا بتبقوا فيه. بعد كده لو قالوا ان انتوا ممكن تغيروا من تخصص لتخصص تاني بتبدلوا، لو ما ينفعش فخلاص. ازاي بقى اختار التخصص اللي انا عاوزة ادخله؟ لو انا مثلا انا شاطرة في الاحياء، شاطرة في الحاجات اللي هي في الجسم وفي البكتيريا وفي الحاجات دي، هختار مختبرات لو انا بحب الشغل العملي. يعني لو انا بقى بحب الرياضة والفيزياء والحاجات دي فانا هختار الاشعة. لو انا بحب برضو الشغل على الكمبيوتر والحاجات اللي هي المعادلات والحاجات دي فانا هختار احصاء ونظم معلومات. لو انا بقى محبش اي حاجة من دول وبحب ان انا اشتغل بايدي على اشخاص او كده
والعناية بقى بالنفس والاسعافات الاولية ومش عارفة ايه، فانا هختار رعاية. وطبعا سنة اولى انتوا بتجربوا فيها المواد، بيبقى عندكم مواد كتير من جميع التخصصات، فانتوا بتختاروا بقى، بتشوفوا انتوا حابين ايه ومش حابين ايه. يعني بعد ما تخلصوا سنة اولى هتعرفوا تقرروا كويس التخصص اللي انتوا عايزينه. يعني ما تسألوش حد اختار تخصص ايه او انت بالنسبة لك هو سهل ولا لا، انتوا جربوا بنفسكم وشوفوا، ما تسمعوش كلام حد. طيب هل بننزل تدريب؟ احنا لحد دلوقتي ما نزلناش تدريب اجباري، في تدريبات اختياري، عاوز تروح بتروح، مش عاوز تروح ما تروحش. فهي بتبقى تقريبا بيكون 15 واحد او حاجة بينزلوا التدريب ده، تقريبا بيكونوا جروبات، يعني بيكونوا على مواعيد مختلفة. الجامعة بتعمله، بتدفع فيه فلوس وبتنزل معامل وبتتدرب هناك وبتشوف يعني، وبتجرب بايدك كل حاجة. انما التدريب الاجباري من الجامعة لا، ده لسه محصلش لحد دلوقتي. يعني لو انت عايز تتدرب في سنة اولى او في سنة تانية على حاجات في التخصص بتاعك، فممكن تنزل تدريب عادي، يا اما تدريب خارجي يا اما تدريب الجامعة منزلاه وانت بتدفع فلوس وبتروح فيه. الكلية عندنا بتعودك ان انت تعمل برزنتيشن، وان انت يكون عندك ثقة في نفسك. انا علشان عندي قناة يوتيوب وبعرف اتكلم شوية وخلاص، يعني رهبة الكاميرا دي خلاص انا اتعودت عليها، ف البرزنتيشن بالنسبة لي كان بيبقى عادي. انما لو في حد اول مرة يطلع يعمل تقديم لحاجة واول مرة يقف قدام ناس كتير، يعني قدام الطلاب وقدام الدكاترة اللي هما بيدرسوا لك، الموضوع هيكون موتر شوية. بس هما بيعودوك، يعني حتى لو اتلخبطت، حتى لو معرفتش تقرأ كويس، حتى لو حصل اي حاجة، فهم ده بالنسبة لهم عادي. عندنا مادة برضو اللي هي الكوميونيكيشن، communication and presentation skills، دي مادة بتعلمك ازاي تعمل presentation كويس، ازاي تقف وتتكلم، ازاي تكون واثق في نفسك. كل حاجة بتعلمها لك من البداية. فانتوا هتتعودوا ان انتوا تعملوا presentation كتير، وان انتوا تتكلموا كتير انجلش وعربي الاتنين، بتتكلم انجلش وبتقرأ وبتشرح عربي، او بتتكلم انجلش وبتشرح انجلش برضو. فهتشارك برضو في نشاطات كتير قوي في الجامعة. حاول ان انت تشارك، يعني حاول انت تشارك في مسابقات، تشارك في اسئلة بتكون في المحاضرة، تخلي نفسك ظاهر ومعروف علشان تتعود وتحس ان انت تتأقلم بسرعة. بالنسبة للادوات بتاعة المعمل فكلكم هتجيبوها وكلنا هنستخدمها، سواء انت اي تخصص. قبل ما تاخد تخصص اصلا كلنا بنستخدم الادوات دي. كل الادوات اللي احنا بنستخدمها في المعمل انا حطها لكم في فيديو هتشوفوه، هحط لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس، ممكن تروحوا تشوفوه الادوات اللي انتوا هتحتاجوها. بس ما تجيبوش حاجه دلوقتي لحد ما هم يقولوا لكم هاتوا، وبعد كده تجيبوا. بالنسبه للسكن، لو انتوا هتسكنوا فانتوا قدامكم حلين، يا اما جمصة يا اما زايد اللي هي ورا الجامعه. في ناس بتسكن في مكان اسمه 15 مايو، بس ما انصحكوش بصراحه، الاحسن يا اما جمصة يا اما زايد. فانتوا بقى وقتها بقى تقرروا انتوا عايزين ايه. الناس اللي بتفكر هل انا ممكن افتح معمل لما اخلص، لو انا مثلا في مختبرات وعايزه افتح معمل بعد ما اتخرج، لا ما ينفعش، لازم يكون على اسمه دكتور، فمش هينفع ان انتوا تفتحوا معمل لوحدكم. هل في بقى دراسة او دبلومة ممكن اعملها بعد الكلية؟ لحد دلوقتي مفيش حاجة مؤكدة، بس احتمال في المستقبل ان ده يحصل. يعني انا بحاول اجاوب على كل الاسئله، انا مش محضره للفيديو ده، بس بحاول افتكر كل حاجه عشان اقولها لكم في الفيديو. يبقى احنا بندرس ايه في سنه اولى؟ انا اتكلمت عن المواد بتاعه سنه اولى قبل كده في فيديو، ممكن تروحوا تشوفوه برضو، بس اقول لكم على السريع الحاجات اللي انا فاكراها. احنا بندرس عموما رياضه وفيزياء وكيمياء، وبندرس مايكروبيولوجي وحاجات عن كل حاجه، بندرس بايوستاتستكس، بندرس كمبيوتر، بناخد كورس اصلا للكمبيوتر في اكسل وورد وباوربوينت. بنتعلم كل حاجة حرفيا، احنا بنتعلم كل حاجة بس قشور كده، يعني مش بناخد الحاجات بالتفاصيل. يعني بناخد مثلا حاجات عن الجسم بس مش كل حاجة عن الجسم، بناخد حاجات معينة، بناخد حاجات عن البكتيريا بس مش كل حاجة عن البكتيريا. يعني احنا بناخد من كل حاجة شوية بس حاجات بسيطة. بناخد فارماكولوجي، بناخد حاجات من صيدلة، بناخد حاجات من هندسة، بناخد حاجات من طب، بناخد حاجات من كل الكليات. احنا الكلية بتاعتنا بتكون جامعة بين كل الكليات. لحد دلوقتي ما عندناش تركيبات اسنان ولا تخدير، القسمين دول مش موجودين عندنا، بس ممكن تلاقوهم في المنصورة الجديدة وفي جامعة الدلتا. انما عندنا في المنصورة الاهلية لسه ما فتحوش. هل هيفتحوا؟ ممكن يفتحوا السنة الجاية.
او مش عارفه هيتفتحوا للدفعه الجديده ولا لا، بس احتمال يعني ان هم يتفتحوا السنه الجايه. بالنسبه لورق التقديم، فورق التقديم كله بينزل على صفحه الجامعه، بتجهزوا الورق وبتروحوا الجامعه تقدموا هناك وخلاص، بتخلصوا كل حاجه، بتدفعوا بانستا باي او بتدفعوا في البنك، بتقدموا الوصل للجامعه وخلاص انتوا كده بتكونوا دفعتوا. الكليه سهله وصعبه في نفس الوقت، هي حاجه نظري شويه وعملي شويه، فانتوا هتحسوا الموضوع ممتع لو انتوا حابين اصلا المجال ده وحابين التخصص بتاعكم او حابين الدراسة يعني عامة. هتتعلموا كتير حاجات، والله هتتعلموا حاجات كتيرة قوي، وهتتعلموا تتكلموا كويس انجلش، لغتكم هتتحسن جدا لو بتذاكروا انجلش اصلا مش بتذاكروا عربي. هتعرفوا تتكلموا، شخصيتكم هتتغير، هتصاحبوا ناس جديدة. وبالنسبة لموضوع الصحاب ده فما تصاحبوش قوي في البداية، يعني تخلوا تعاملكم سطحي شوية. طيب سؤال، هل الجامعة بتقبل من ادبي؟ لا، الجامعة بتقبل من علم علوم وعلم رياضة بس، وتقريبا علم رياضة ملهمش غير ان هم يدخلوا قسم احصاء ونظم معلومات. طيب هل اصلا الكلية او الجامعة معتمدة؟ ايوه الجامعة معتمدة، وعلى فكرة الدكاترة اللي بيدرسوا لنا اصلا جايين من جامعة المنصورة الحكومية. فبس انا كده اكون رديت على اغلب الاسئلة اللي انا ممكن اتسألها، وبعد كده بقى هبقى اتكلم عن سنة تانية وعن الحاجات اللي هي في تخصص مختبرات اللي هو التخصص بتاعي. بس لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن لكل فيديو جديد بنزله. وبحبكم جدا، اشوفكم في فيديو جديد.